قاعدة الإعانة العامة في 2026 إيه اللي بيتحسب عليك وإيه اللي آمن؟ طبعا كلنا عرفنا إن الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب أوصت بإيقاف أو أوقفت إصدار تأشيرات الهجرة لحوالي 75 دولة ومن ضمنهم مصر. وده كله متعلق بقاعدة قانونية اسمها البابليك تشارج أو بالبلدي كده بسبب إن ناس كتير قوي من اللي بياخدوا مساعدات حكومية، وده بيأثر على جودة معيشة المواطن الأمريكي. طبعا الرئيس ترامب قبلها بكام يوم طلع في الإعلام وقال، أو بمعنى آخر يعني فضح بيانات الدول اللي نسبة كبيرة جدا من مواطنيها عايشين على الإعانات الحكومية الأمريكية. وكان واضح إن ده تمهيد لحاجة جديدة هتحصل، وهي فعلا حصلت. عشان لما الواحد يطلع في فيديوهات وبيقول توقعات من خلال قراءة للمشهد الحالي وللأحداث تبقوا بعد كده تصدقوني. المهم، لو سمعت كلمة إعانة عامة أو كلمة البابليك تشارج وحسيت إن أنت مخضوض، فاعرف إنه أنت مش لوحدك. ناس كتير جدا بتفكر إن أي مساعدة حكومية ممكن تضيع عليهم الجرين كارد، بس الحقيقة أدق بكتير قوي من الكلام المنتشر على السوشيال ميديا. النهاردة هفهمك ببساطة القاعدة دي من غير تهويل ولا تزيين، وهنفكك أهم سؤال وهو إيه اللي بيتحسب عليك فعلا وإيه اللي أنت تقدر تستخدمه وأنت مطمن، طبعا لو أنت مؤهل ليه. خليني دلوقتي أبدأ بحاجة مهمة جدا قبل أي تفاصيل. كل الكلام اللي أنا هقوله في الفيديو ده معلومات عامة، مش استشارة قانونية لحالتك. وده ببساطة لأن كل ملف هجرة ليه ظروفه وتفاصيله اللي بتفرق في القرار. بس اللي أقدر أكده لك إن بعد ما تشوف الفيديو ده للآخر هتبطل تعيش في خوف من كلمة بابليك تشارج، وهتعرف تتكلم مع محامي الهجرة بتاعك وأنت فاهم اللعبة كويس، وأنت فاهم كمان المصطلحات اللي هو بيقولها. يلا دلوقتي خلينا نبدأ من أول نقطة. يعني إيه كلمة إعانة عامة؟ أو يعني إيه هي البابليك تشارج؟ في قانون الهجرة الأمريكي الإعانة العامة معناها اعتماد أساسي على الحكومة الأمريكية. يعني الحكومة شايفة إن الشخص غالبا هيعيش على دعم حكومي علشان خاطر يقدر يكمل حياته. الموضوع غالبا بيتراجع مع طلبات التأشيرات أو طلبات الجرين كارد من داخل أمريكا، وبالذات في طلبات تعديل الوضع اللي هو نموذج الاي 485 بتاع تعديل الوضع من داخل أمريكا. الفكرة مش إنك فقير أو غني، الفكرة إنهم يتوقعوا إن أنت تعتمد اعتماد دائم على هذا الموضوع، والقانون بيطلب منهم إن هم يبصوا على ظروفك كلها مش بند واحد، زي السن والصحة وحالة الأسرة والفلوس والتعليم وكمان المهارات بتاعتك. وده اللي اسمه اختبار مجمل الظروف، يعني الصورة الكاملة لحياتك. وبرضه كمان ممكن يبصوا على كفالة مالية من الشخص اللي هو يعيلك او المعيل بتاعك لو مطلوبه في ملفك. وفي نقطه هنا ناس كتير قوي بتتلخبط فيها، الجنسيه الامريكيه ملهاش تقييم في اعانه العامه اللي هي البابليك تشارج دي. يعني لو انت بتقدم على الجنسيه الامريكيه القاعده دي مش هي اللي هتتحكم في طلبك. طيب كلام جميل، ده يعتبر التعريف بتاع البابليك تشارج. تعالى دلوقتي نخش على الاهم. القاعده الحاليه اثبتت ان في لائحه اتحطت واتطبقت بشكل واضح، والاطار اللي شغالين فيه حاليا دخل فعلا حيز التنفيذ من يوم 23 ديسمبر 2022. اهم حاجه فيها ان هي قللت اللي بيتحسب بدل ما توسع وتخوف الناس، وخلت الموضوع مركز على نوعين بس من المساعدات العامه. النوع الأول اللي هو المساعدات النقدية اللي هدفها الحفاظ على مستوى الدخل، والنوع الثاني الرعاية طويلة الأمد اللي هي بتمويل من الحكومة داخل مؤسسة. يعني ببساطة مش أي برنامج غذاء أو علاج يتعامل منه قصة رعب. وبالمعنى القانوني المزايا غير النقدية مش بتعتبر من ضمن هذه القاعدة الحالية، المزايا الغير نقديه. وده اللي اكيد دلوقتي هيكسر اكبر اشاعه ماشيه ان اي كارت الاكل اللي انت بتاخده من الحكومه هيبوظ اوراق الهجره بتاعتك. لا مش كده، بس لازم تميز بين البرامج وتفهم الاستثناءات كويس جدا. تعالى دلوقتي نفصل النوعين دول اللي ممكن يدخلوا في التقييم واحده واحده. اول نوع اللي هو المساعدات النقديه واللي بتغطي مصاريف المعيشه اليوميه، ده بالظبط عامل كده زي ايه، دخل الضمان التكميلي اللي هو الاس اس اي، او زي اعانه الاسر المحتاجه اللي اسمها تانف او تي اي ان اف. وكمان مساعدات نقديه محليه او ولائيه اللي خاصه من الولايه، ودي احيانا بيكون اسمها الجنرال اسيستنس. دي برامج بتدي فلوس مباشره عشان خاطر تقدر تعيش، مش خدمه او تغطيه للعلاج، وعشان كده بتسمى ايه، انكم مينتنانس، يعني تثبيت دخل للمعيشه. طب في سؤال مهم قوي هنا، أي فلوس من الحكومة تبقى من ضمن هذا النوع؟ الإجابة هي لأ. في فروق كبيرة جدا بين دعم معيشة وبين دعم لغرض محدد. في منح نقدية قصيرة لغرض معين زي مثلا كارثة طبيعية حصلت في الولاية اللي انت عايش فيها، ودي مش نفس المعنى بتاعت الكاش اللي هو النقدي.
في دعم نقدي لرعاية الأطفال أو السكن، وده برضو مش بالضرورة محسوب. عشان كده ما ينفعش تسمع كلمة كاش وتقول خلاص أنا كده الملف بتاعي اتدمر. لازم تعرف اسم البرنامج والغرض منه ومين هو المستفيد منه فعليا. وهنا بنيجي لنقطة ناس كتير قوي بتتلخبط فيها وبتزود القلق عندها: مين اللي أخد المنفعة؟ القاعدة الحالية بتوضح إن المنفعة دي بتتحسب على الشخص المستفيد اللي هو المكتوب اسمه في طلب الهجرة. يعني لو البرنامج ده لطفلك يبقى طفلك هو المستفيد، فمش بالضرورة البرنامج ده يتسجل على اسمك انت. وفي توضيح مهم جدا دلوقتي: مساعدات افراد الاسره مش المفروض تتحسب عليك انت، الا يعني في تفاصيل نادره جدا ومعقده جدا، ودي طبعا لازم تتراجع بشكل شخصي مع المحامي الخاص بالملف بتاعك. الفكره هنا ان هم بيدوروا على اعتمادك انت على الحكومه الامريكيه، مش اسرتك كلها بشكل عشوائي. وده سبب ان التخويف اللي بيحصل للمهاجرين احيانا بيكون مبالغ فيه، لان هم بيكونوا مش عارفين. طيب النوع التاني بقى اللي ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منه اصلا، النوع ده هو اللي اسمه اللونج تيرم انستيتيواليزيشن ات جفرمنت اكسبنس، يعني اقامه طويله داخل دار رعايه او منشاه علاج نفسي بتمويل حكومي، زي مثلا دار المسنين او منشأة رعاية نفسية، او ان الحكومة يعني هي اللي بتدفع الاقامة دي. هنا بنقصد رعاية طويلة، مش دخول مستشفى يومين وتطلع. وبرضه مش المقصود اعادة تأهيل قصيرة، لان الخدمات دي بتكون يعني زي خدمات منزلية مجتمعية. يعني كلمة ميديكيت نفسها مش كلمة تخوفك، التفاصيل اللي جوه الاسيستنت اللي انت بتحصل عليه اكيد هتفرق. لو الميديكيد اللي انت بتاخده لتغطية علاج عادي، ده غالبا هيكون من البرامج الغير نقدية، فكأنك ما بتاخدش ميديكيد. لكن الميديكيد ده لو انت بتاخده علشان خاطر اقامة طويلة داخل مؤسسة، هنا هيدخل جوه هذه القاعدة. طيب ده كلام جميل جدا، دلوقتي عرفت ايه اللي ممكن يتبص عليه فعلا. تعالى بقى دلوقتي نجاوب على السؤال اللي الناس بتسأله كل يوم: هل الاكل والعلاج والسكن والحاجات اللي زي دي بتبوظ ملف الهجرة بتاعك؟ في القاعدة الحالية برامج غير نقدية كتير جدا مش بتعتبر بابليك تشارج، وده مثلا زي الميديكيد للرعاية الصحية العادية طالما مش إقامة طويلة داخل مؤسسة. وعلى فكرة أنا هسيب مصادر كل الكلام اللي أنا بقوله ده في وصف الفيديو، تقدر تتأكد منه بنفسك. وزي كمان برامج الغذاء اللي هي اسمها سناب اللي الناس بتسميها الفود ستامب، وزي كمان برنامج التأمين الصحي على الأطفال اللي هو اسمه شيب أو CHIP، وبرامج صحة الأطفال والحوامل، وزي كمان مساعدات السكن وأشكال السكشن 8 كلها اللي منها دعم السكن المختلف، وبرضه وجبات المدارس وبنوك الطعام ومساعدات غذائية مجتمعية ومساعدات رعاية الأطفال أو مساعدات طارئة قصيرة أو قصيرة المدى علشان خاطر حصلت بعد كارثة مثلا معينة في الولاية بتاعتك. المعنى هنا واضح جدا، مش كل مساعدة معناها اعتماد معيشي على الحكومة. طيب ليه بقى دلوقتي الناس مرعوبة بالشكل ده من فكرة البابليك تشارج رول وممكن تلغي خدمات هي تكون فعلا محتاجاها؟ عشان تاريخ القاعدة ده اتغير قبل كده، وده عمل لخبطة وخوف كبير قوي عند الناس. بس دلوقتي لازم تمشي على القاعدة اللي هي شغالة بتاعة 2019. ومع ذلك لازم اصلا نعرف مين اللي هم اصلا القاعدة دي بتنطبق عليهم ومين المعفيين منها. القاعدة دي بتظهر غالبا على ناس بتقدم على تأشيرة دخول اللي هي الإيميجرانت فيزا للولايات المتحدة أو الإقامة الدائمة هنا في أمريكا، وبرضه مع ناس بتقدم على تعديل الوضع عن طريق الاي 485 اللي هو الابلكيشن بتاع الجرين كارد هنا في امريكا. وعايز اقول نقطة مهمة، انه ده اللي خاص بملفات لم الشمل، مش اللي خاص انه انت بتعمل جرين كارد عن طريق العمل، لانه جرين كارد عن طريق العمل انت اوريدي بتقول للحكومة في انه انت مش هتعتمد على المساعدات الحكومية بتاعتك. يعني في النهاية في الغالب كده لو ملفك فيه كفالة مالية اللي هو الاي 864 محتاج يبقى الموضوع فيه يتراجع من المحامي اللي انت بتشتغل معاه. لكن في فئات كتير جدا معفاة بالكامل من تقييم الإعانة العامة ده، زي طبعا اللاجئين وطالبين اللجوء. دول من أشهر الاستثناءات اللي بيتم استثنائهم من قاعدة الإعانة العامة أو البابليك تشارج رول، وزي كمان بعض حالات الحماية الإنسانية وتأشيرات اليو فيزا والتي فيزا اللي هي بتاعة ضحايا الجرائم، وكمان زي حالات الفاوا أو الاس اي جي اس اللي هي بتاعة القُصّر الخاصة، وفئات إنسانية تانية. كل دول ما يعني بيتم استثنائهم من قاعدة البابليك تشارج. وبرضه في حالات لو الشخص كان معفي وقت ما استلم المنفعة، ده لا يعتبر إن هو
يتطبق عليه هذه القاعدة. يعني القصة مش أبيض وأسود ومش جملة واحدة تطبق على الكل. عشان كده أنا دايما بقول افهم فئتك الأول قبل ما تخاف من البرنامج اللي أنت بتقدم عليه، أو قبل ما تخاف من الكلام اللي أنت بتسمعه على السوشيال ميديا من فيديو هنا أو فيديو هنا. طب تعالى دلوقتي ندخل على نقطة عملية جدا بتعمل مشاكل حقيقية في الملفات. كتير من الناس بتخسر وقت وفلوس بسبب نسخة نموذج الطلب نفسه. الابلكيشن بتاع الجرين كارد اللي هو الاي 485 اتحدث، وفي نسخ لازم تلتزم بيها حسب تاريخ التقديم. اداره خدمات المواطنه والهجره اليو اس سي اي اس اعلنت ان هي كانت بتقبل نسخه 20 يناير 2025، وبعدها حطت مواعيد قبول محدده على هذه النسخ. وحاليا في نسخة أحدث بتاريخ 21/8/2025، لكن لسه النسخة الأولانية بتاعت 20 يناير 2025 مقبولة لفترة انتقالية. وحسب طبعا التحديثات بتاعة إدارة الجمارك والهجرة اليو اس اي اس، التحول للنسخة الأحدث بيبقى بتاريخ محدد وواضح، وهسيب المصادر بتاع كل الكلام اللي أنا بقوله في وصف الفيديو ده. المهم، في أول حركة ذكية هنا إنك لازم تبص على الإديشن ديت بتاع النموذج وتشوف قبل ما تبعته ده النموذج القديم ولا الجديد. تاني حركة ذكية، ما تسيبش جزء البابليك تشارج في الابليكيشن ناقص او فاضي. في ناس بتتأخر او بتترفض بسبب اسئلة مش متجاوب عليها في القسم ده. يعني انت لو عندك استثناء من القاعدة دي، الاجابة بتكون هل انت معفي ولا لا، مش هل انت فقير ولا لا. ودي غلطة مشهورة، ناس كتير قوي بتجاوب من خلال شعورها على الاسئلة اللي بتشوفها في النماذج قبل ما بتقدم. طيب بعد كل ده ايه اللي تعمله عمليا حاليا علشان خاطر تمشي مظبوط في ورقك؟ اولا ما تسيبش الخوف هو اللي يقرر بدل ما انت نفسك اللي تقرر. لو انت او اولادك مؤهلين لبرنامج مهم للصحة او الغذاء لازم تفهمه بكل هدوء. وكمان لازم تسأل البرنامج ده نقدي ولا غير نقدي. اسأل المستفيد المكتوب اسمه مين. اسأل هل ده دعم معيشة أساسي ولا مجرد خدمة محددة لغرض معين. لو عندك أي إقامة طويلة في منشأة رعاية على حساب الحكومة الأمريكية ركز هنا، لأن هو ده النوع اللي بيتذكر بشكل واضح ضمن رعاية طويلة الأمد. ولو أنت بتاخد الفود ستامب أو جنرال أسيستنت لازم تبقى فاهم إن ده مش معناه تلقائيا رفض، لأن هم هنا بيبصوا على مجمل ظروفك كلها. يعني هيبصوا على الدخل والشغل والصحة والمهارات بتاعتك وكل ظروف المعيشة بتاعتك، وكمان تعليمك. كل ده بيفرق في الصورة العامة. ولو عندك حد عامل لك سبونسرشيب او كفالة مالية مطلوبة، ده كمان بيكون عامل ايجابي جدا مهم. خلي اوراقك كلها منظمة، اثبات شغل، ضرائب، حسابات بنكية، وكمان تأمين صحي ان وجد. وخلي اجاباتك في النماذج مطابقة للتعريف القانوني مش للانطباع العام اللي انت بتسمعه. علشان كده وجود محامي معاك في الملف بتاعك شيء مهم جدا. لو مش فاهم اي سؤال ما تتوقعش الاجابة، لازم تسأل مختص قبل ما تمضي على الابلكيشن ده، لان في الوقت الحالي الغلطة في نموذج الهجرة ممكن تعيشك سنين في الانتظار. دلوقتي خليني في السريع اقول لك حاجه مهمه جدا حصلت في اخر 2025. في نوفمبر 2025 الدي اتش اس ديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي نشرت مقترح لتغيير قاعده الاعانه العامه، وهسيب لك المقترح في وصف الفيديو تحت. المقترح ده بيقول ان هم عايزين يلغوا التنظيمات بتاعت 2022 دي، ويدوا مساحة تقدير أوسع للضابط بتاع الهجرة اللي بيراجع الملف بتاعك، يكون ليه سلطة تقديرية أكبر. وده لسه مقترح، يعني لسه مش متنفذ تلقائيا ولا ينطبق عليك دلوقتي. وكان ليه فترة في التعليقات على المقترح ده لحد 19 ديسمبر 2025، وفي كمان جزء تعليقات متعلق بالأوراق والنماذج لحد 20 يناير 2026. يعني المقترح ده لسه مش نهائي خالص. المهم هنا اللي أنا عايزك تعرفه دلوقتي إنك ما تخلطش بين اقتراح وبين قانون شغال بالفعل. لحد دلوقتي الاطار الحالي هو اللي بيحصر الاعتبار ده في النوعين الاساسيين، بس طبعا لازم تبقى متابع لان اي تغيير جديد ممكن يزود اللخبطه والخوف عندك. انا هنا في الفيديو ده مش بخوفك، انا بحاول اديك وعي عشان محدش يقدر يلعب باعصابك. تعالى دلوقتي نلخصها في كام سطر في السريع جدا وبكلام بسيط قوي. قاعده الاعانه العامه مش معناها ممنوع تاخد اي مساعده، هي معناها هل انت غالبا هتبقى معتمد على الحكومه الامريكيه للمعيشه ولا لا. القانون بيبص على ظروفك كلها مش برنامج واحد في الفراغ كده. اللي بيتذكر بوضوح في الاطار الحالي كاش المعيشه او اقامه رعايه طويله المدى، هم دول النوعين. برامج كتير جدا غير نقديه زي الميديكيد العادي او السكن او الفود ستامب اللي هو السناب بتاع الاكل مش ضمن الاعتبار الحالي. وهسيب لك مصدر الكلام اللي انا بقوله ده في وصف الفيديو. وزي ما قلت في اول الفيديو، في فئات كتير قوي معفاة اصلا من الموضوع ده زي اللاجئين والناس اللي هي طالبة اللجوء واصحاب الفئات الانسانية. مهم جدا تستخدم النسخة الجديدة من ابلكيشن الجرين كارد حسب المواعيد اللي بتقررها اليو اس سي اي اس. ومهم جدا كمان ما تسيبش اسئلة البابليك تشارج دي
فاضية أو ناقصة، لأن الأخطاء فيها هتكلفك وقت كتير جدًا، ومش محتاج طبعًا أقول لك إنه لو أنت محتاج قرار عملي في حالة خاصة بيك لازم تستشير محامي هجرة هنا في أمريكا. دلوقتي أنا عندي فيديوهات كتير أوي هنا عن الجرين كارد وطرق مختلفة للحصول على الجرين كارد، بس لو أنت فعلًا عايز تعرف الخطوات المضمونة للحصول على الإقامة الدائمة هنا في أمريكا، وأسرع الطرق للحصول على الجرين كارد في أمريكا في 2026 بدون انتظار طويل، اعمل لك كوباية شاي محترمة واتفرج على الفيديو ده دلوقتي. شكرًا جدًا لمتابعتك، أتمنى لك كل التوفيق.